فرق كبير جدا بين ان اعبر عن مشاعري وان اعبر عن التزامي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان اي حد ممكن يعبر عن مشاعره، اي حد ممكن يقول لك انا بحبك، اي حد ممكن يقول لك انا عايز ارتبط بيك، لكن اللي بيعبر عن التزامه ده هو اللي بيقول عليه راجل. ليه بقى؟ لان اي علاقه ما فيهاش مسؤوليه وما فيهاش التزام ما تبقاش علاقه، لان الالتزام ده عمود اساسي من عمدان اي علاقه في الدنيا. فاي حد بيعبر عن مشاعره هو فعلا بيكون بيحبك، بس مش ملتزم، مش مسؤول. فما ينفعش ترتبطي بواحد مش ملتزم ومش مسؤول. بمعنى كده ايه؟ انك ما تثقيش في اي حد يعبر عن مشاعره وما يعبرش عن التزامه. كلمه انا بحبك ان لم يتبعها عايزه تقدم لك ويدخل البيت من بابه، ده ما يبقاش حب، لان المشاعر دي هي جزء من العلاقه. ما تفرحيش باللي بيقول لك انا بحبك، تفرحي باللي بيقول لك انا عايزه اتقدم لك، لان اي عيل صغير ممكن يعبر عن مشاعره لاي بنت. لكن ايه اللي بيفرق الراجل من العيل؟ انه يكون ملتزم، انه يكون قد المسؤوليه، انه يكون داخل العلاقه وهو عارف ومتاكد ان العلاقه دي فيها مسؤوليه كبيره جدا وفيها التزام ولازم يعمل بيهم. فما ينفعش تثقي في حد يجي يقول لك انا بحبك من غير ما يقول لك عايزه اتقدم لك، لان العلاقه، اي علاقه ناجحه في الدنيا واي علاقه سويه في الدنيا هي لازم تكون مبنيه على 3 حاجات: احترام والتزام وثقه. اي عمود من العمدان دول وقع العلاقه كلها انهارت.